بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي الكرام، أحييكم بأحلى تحية بتحية الإسلام. السلام عليكم، وجئناكم بهذا الفيديو الذي بإذن الله نبقى دائما في كيفية حساب مساحات ومحيطات الأشكال الهندسية للسنة الأولى متوسط. طبعا بهذا الفيديو سوف نحضر الفروض والاختبارات بربي إن شاء الله أقوى النصائح للحصول على العلامة الكاملة إن شاء الله. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة إن لم تكونوا مشتركين، ولا تنسوا من صالح دعائكم، ولا تنسوا كذلك الدعاء للوالد الكريم بالرحمة، جزاكم الله خيرا. بالنسبه للولاد تاعنا السنه الاولى متوسط تلقاهم فاهمين الدروس تاعهم طريقه بيان، محضرين، والديهم تعبوا معاهم محضروا لهم، بصح كي يروحوا للاختبارات ما يجيبوش العلامه ولا يخطئوا في اتفه كما نقولوا الاسئله. بربي ان شاء الله من خلال هذه الفيديوهات اللي راح ننزلها حنعطيكم نصائح وارشادات بربي ان شاء الله ولادكم ما يغلطوش نهائيا. كما قاعدين نشوفوا في الشكل هذا، قال لي احسب محيط ومساحه الشكل. ولدك كي يجي يجاوب حساب مساحه ومحيط الشكل، طبعا يبدا باللي تجيه سهله. يبدا مثلا بالمحيط، مثلا اولا حساب بي لو بريمتر، حساب بي محيط الشكل. طبعا محيط الشكل، طبعا محيط اي شكل يساوي مجموع اطوال اضلاعه. يعني على سبيل المثال ا بي، طول ا بي زائد بي سي زائد سي دي زائد دي او زائد او اف زائد اف جي ونزيد له جي ا. داكور، سما عندي 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. جيد. الان قبل ولدك ما يجي يحسب لازم يتولى للوحدات، او كل ما يتولاش للوحدات ولدك اي امبوسيبل راح يجيب العلامه، راح يغلط خطا تافه جدا. لذلك حاولوا تولوا ولادكم من الوحدات. كيما هنايا واش عطيتك؟ هنا عطيتك 5 سنتيمتر، وهنا عطيتك 6 سنتيمتر، وهنا عطيتك 8 سنتيمتر، وهنا عطيتك 1 ديسيمتر، صافي 10 سنتيمتر، وهنا عطيتك 2 ديسيمتر، صافي 20 سنتيمتر. حذاري من هذه، اللي كان ولدك غلط هنا بعد سما كاف هنايا. لذلك كي تشوف مع الشكل لازم نشوف كل المعلومات الموجوده في الشكل. انا عندي هنا 2 ديسيمتر وهو عطاني الوحده، انا عندي 2 ديسيمتر. انت كي تجي تحسب يتحولهم بو كل الديسيمتر، يتحولهم بو كل السنتيمتر كيما تحب. هنا الاستاذ مش راح يحاسبك على هذه الخطا، كنت راح تجمع لي السنتيمتر مع الديسيمتر. اسكو تقدر تجمع الطاولات والكراسي؟ نقول لك انا 5 طاولات زي 2 كراسي. اسكو تقدر تقول لي 7 طاولات؟ ما تقدرش. اسكو تقدر تقول لي 7 كراسي؟ ما تقدرش. سما 5 طاولات زي 2 كراسي يساوي 5 طاولات زي 2 كراسي. ما نقدرش نجمع كيما نقولوا مقادير ما تشبهش لبعضها في الوحده. لذلك هنا لازم التلميذ تاعنا يتولى. هيا الان بعد ما حولنا، داكور، حولنا 2 ديسيمتر هي 20 سنتيمتر، 1 ديسيمتر هي 10 سنتيمتر. الان نستطيع حساب المحيط. اذا بي ا بي شحال؟ ا بي 20 سنتيمتر، 20 زائد بي سي 8 زائد سي دي 6 زائد دي او. دي او هو ماذا؟ شوفوا معايا، دي او هو 20 سنتيمتر هذا كامل، ونقصوا له هذا، نقصوا له هذا. شوفوا نفس تشفير القياس. لازم ولادكم هنا يتولوا باللي الطول هذا 5 سنتيمتر، هذا راح يكون 5 سنتيمتر، وهذا راح يكون 5 سنتيمتر. لازم يتولوا الامر هذا لانه حساس. صراحته ناقص 20، شكون هذا؟ عفوا 20 ناقص، معذره، 20 ناقص 5، داكور، 20 سنتيمتر ونقص منها 5 سنتيمتر، نلقى دي او ولا او دي. الان او اف 5 سنتيمتر زائد 5 زائد، طبعا او اف زائد اف جي 5 سنتيمتر زائد جي ا 5 سنتيمتر بعد، يعني 5. جيد. اذا بي يساوي، بالك ما تبانش الفوق، بي تساوي هاي 20 زائد 2 28، 28 زائد 6 34، 34 زائد 15 49، 49 والعشرة 59 والربعة عفوا والخمسة 64، 64 وما ينساش الوحدة سنتيمتر. هاي نعاودوها مع بعضنا. عندنا 28 34 والخمسطاش 49، 49 هنايا واش راح تولي 54 والعشرة 64، ولا 54 59 64، 64 وما ينساش الوحده سنتيمتر. نروحوا الان حساب مساحه الشكل. حساب مساحه
الشكل. تولوا هنايا. جيد. مساحة الشكل لازم هنا التلميذ واش يروح يدير؟ شوف معايا، يسمي المساحة الكلية، تبع معايا مليح، المساحة الكلية يسميها اس. داكور، المساحة الكلية تساوي اس، يعني مساحة، يعني هذا كامل المساحة تاعو هي اس. جيد. نسمي اس مساحة الشكل. بصح هذه اس هذه واش تساوي؟ هذه اس هذه باه نشرح لكم برك باش تولوا ولادكم الامر هذا. تساوي اس واحد ناقص اس اثنين ناقص اس ثلاثة. تقول لي تايا احبس، واش هي هذه اس اثنين، واش هي هذه اس ثلاثة، واش هي هذه اس واحد؟ اس واحد هي المساحة كي نكمل المستطيل هاو كامل. داكور. اس واحد هي مساحة المستطيل ا بي دي، مثلا النقطة هذه نسميها اش، ا بي دي اش. داكور. اس واحد هي مساحة المستطيل ا بي دي اش. الولاد هنا وعلى راح يحاسبوكم؟ راح يحاسبوكم على طبعا تحط لي المساحة والإجابة النهائية. هنا باه تقول لي ولدي كيف راح يتولى يزيد اش الى اخره، مش شرط هنايا. المهم ولدك يحسب مساحة المستطيل، يكتب لي حساب مساحة المستطيل. داكور. المستطيل باين بلي هو ا بي دي اش اللي هي اس واحد. هاي نحسبوها مساحة المستطيل طول في العرض 20 في 10 وتعطينا 200 سنتيمتر مربع. اس اثنين هي مساحة المثلث بي سي دي، مساحة المثلث بي سي دي. اس اثنين واش تساوي؟ مساحة المثلث بي سي دي تساوي بي سي في سي دي جداء الضلع القائمة قسمة 2 وتعطينا 8 في 6 على 2. 8 في 6 48 على 2 وتعطينا 24 سنتيمتر مربع. داكور. نروح الآن حساب مساحة المربع جي اف او اش. داكور. اس 3 هي مساحة المربع ومش شرط يسميه، انا نزلت برك هذه اش باش نفهمكم فقط. يقول حساب مساحة المربع فقط ويكتب لي جي اف. داكور. جي اف او اش. طبعا مساحة مربع هي الضلع في الضلع، اس 3 الضلع في الضلع صافي 5 في 5 و5 في 5 تعطيني 25 وما نساوش الوحدة سنتيمتر مربع. درك اس مساحة الشكل. الآن حساب اس مساحة الشكل. واش تساوي مساحة الشكل؟ هي اس واحد نقص منها مساحة المثلث اللي هي واش سميتها مساحة المثلث اللي هي اس، طبعا اس واحد. جيد. اس واحد هي مساحة المستطيل. جيد. ناقص اس اثنين هي مساحة المثلث ناقص اس ثلاثة هي مساحة المربع. اس تاعنا كومبلي تساوي اس واحد ناقص اس اثنين ناقص اس ثلاثة. اس واحد شحال لقيناها؟ 200 ونقص منها اس اثنين شحال لقينا؟ اس اثنين 24 ونقص منها 25. داكور. واش نقصت انايا؟ نقصت مساحات المثلث القائم والمربع. خير من ولدك امبوسيبل ما يغلطش هنا، امبوسيبل. شوفوا كل ما يحسبش بالطريقه هذه ولدك يغلط 1000%. داكور. لازم في هذا التمرين وكي يجيه هذا النوع من التمارين واش يدير هنايا؟ صح هو نوعا ما صعب، بصح حنايا التلاميذ تاعنا الاولى متوسط محتم عليه يعرف يحسب المساحات. علاه؟ لانه في الرابعه متوسط يمدوا للتلاميذ المساحات والله ما يعرفوا، كيما في بيام 2021 عطيناهم يحسبوا المساحات الاغلبيه ما عرفش يحسب المساحات تاع المستطيل، مساحة مستطيل وينقص منها البيبان. لذلك حساب المساحات راه مهم جدا وعليه يركزوا عليه في السنة الأولى متوسط. لذلك لازم ولادكم يعرفوا يحسبوا جميع المساحات. إذا اس هنايا 200 شغل الأولاد 200 وتنقص لها 50 شحال؟ 150 وزيد لها واحد صافي 151. إذا 151 سنتيمتر مربع لأنها مساحة. طبعا الطفل هنايا ما يكسر راسو ما والو. طبعا قالوا له نجيبوا الاله الحاسبه يحسب مباشره بالاله الحاسبه، لكن قالوا ما تحسبش بالاله الحاسبه. يدير 200 ينقص منها 24 كي يخلص يزيد ينقص 25. داكور. طبعا يدير العمليه عموديه من في الوسخ الى اخره. جيد. هذا نوع اخر من التمارين التي يعني مرشحه بقوه للفروض والاختبارات. ولهوا ولادكم من الوحدات يتولهوا للوحدات. قادر مثلا تحسب المساحه كي تخلص يقول لك اعطيني المساحه بالار
بالار، علما ان 1 ار يساوي 1 ديكا متر مربع. داكور، واحد تبعوا معايا مليح مليح، يعني 1 ار يساوي 1 ديكا متر مربع. هذه لازم اي تلميذ يعرفها. فاهمين؟ جيد. ثم هنايا مثلا بالسنتيمتر مربع قادر نقول له الولاد، قادر يجي يسقسيه يقول له اعطيني لا سورفاس هذه مثلا بالديسيمتر مربع. من السنتيمتر مربع للديسيمتر مربع الولاد قدا كاينه الخانه، هيا قدا كاينه الخانه بين السنتيمتر مربع والديسيمتر مربع، كاينين زوج، بصح راح نحول من الصغير للكبير. كي نجي نحول من الصغير للكبير نقسم، مادام كاين زوج خانات نقسم على 100 صافي. هذه واش راح تعطيني؟ تعطيني 1.51 ديسيمتر مربع. داكور، قادر يقول لي بالمتر مربع الى اخره، قادر يقول لي بالار بالهكتار الى اخره. المهم الوحدات تاعنا هادو خاصه للار لازم كل تلميذ يعرف يحول من الديسيمتر مربع، طبعا من مش شرط من الديسيمتر مربع، طبعا من المتر مربع للار، من الديسيمتر مربع للار الى اخره. اسم التحويلات هادو اللي قراها في السنه الخامسه وعاودوهم في السنه الاولى متوسط لازم كامل يعرفهم، لذلك حذاري من التحويلات. كالعاده اي سؤال استفسار حطوا فقط في تعليق. تحياتنا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.